¿Tu gusta mi video? Me gusta la mañana, me gustas tú. أهلا فيكم بالفيديو الثاني من تعلم اللغة الإسبانية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. بالفيديو الأول حكينا عن الشغلات اللي تعلمتها بالأسبوع الأول. أفعال بسيطة، كلمات بسيطة، كيف شكل جملة صغيرة، عارف كيف بيختلف تصريف الأفعال بين الضمائر. بنهاية الفيديو الماضي حكيت عن الألوان بس ما كملتهم. اليوم حنحكي عن الألوان كاملين. تعلمت الألوان الأساسية باللغة الإسبانية واللي هن اللون الأحمر روخو، اللون الأخضر فيردي، اللون الأزرق أزول، اللون الأصفر أماريو، اللون البني مارون، اللون البنفسجي مورادو، اللون الأبيض بلانكو، اللون الأسود نيجرو، اللون الزهري روسا، اللون البرتقالي اللي أنا لابسه اليوم نارانخا، اللون الرمادي جريس. طبعا تعلمت الالوان لانه الالوان مهمه لحتى توصف الاشياء. انت مثلا اذا بتوصف البيت انه لونه احمر فبتقول لا كاسا روخا. صفات لازم تتناسب مع الكلمه. بالفيديو الماضي حكينا عن انه الاسماء باللغه الاسبانيه بتتالف من اسماء مؤنثه واسماء مذكره، وحكينا انه الاسماء المؤنثه بتاخذ لا كاداه تعريف والاسماء المذكره بتاخذ ال. فقلنا كلمه كاسا هي كلمه مؤنثه لانه بتنتهي بحرف الآ، فبنقول لا كاسا يعني المنزل صارت معرفه المنزل. لا كاسا روخا كمان الصفه بتكون نهايتها آ، لا كاسا روخا المنزل الأحمر. هيك الألوان مهمة لأنك تستخدمها بالوصف. وهون كان لازم أتعلم 10 صفات الأساسية باللغة الإسبانية لحتى أوصف فيها الأشياء، واللي كانوا رابيدو سريع، لينتو بطيء، كارو غالي، باراتو رخيص، بوينو جيد أو حلو، مال سيء، جراندي كبير، بيكينيا صغير، ألتو طويل، باخو قصير، ديفرتيدو ممتع، أبريدو ممل. الصفات مهمة لحتى أنت تعبر عن شو عم تحس. فمثلا بدك تقول إنه الحفلة جميلة أو الحفلة ممتعة. لا فيستا بونيتا، لا فيستا منتهي بآ فهي مؤنثة، بونيتا بدها تنتهي بآ لحتى تتبع الاسم، فبتصير لا فيستا بونيتا أو لا فيستا ديفرتيدا. بعد ما خلصنا من الألوان والصفات فكان لازم انتبه شوي على الأفعال لأنه الأفعال أهم من الصفات صراحة. فتعلمت 10 أفعال إضافية وبهيك صرت بقدر 20 فعل باللغة الإسبانية. الأفعال الجديدة تعلمتها بالتصاريف كلها، ولكن ركزت أكثر على صيغة الفاعل أنا. 10 أفعال هي جو كومبرو أنا أشتري، جو باغو أنا أدفع، جو فيزيتو أنا أزور، جو كوريو أنا أركض، جو كامينو أنا أمشي، جو استوديو أنا أدرس، جو اسكريبو أنا أكتب، جو ليو أنا أقرأ، جو دوي أنا أعطي، جو كومينزو أنا أبدأ، جو تراباخو أنا أعمل. هدول 10 افعال بصيغه الفاعل انا، ولكن اذا انت بدك تحكي بصيغه الفاعل انت حيتغير باللفظ شوي وحيتغير بالكتابه. عندك فعل يكتب، قلنا جو اسكريبو انا اكتب، تو اسكريبس انت تكتب. الفعل بيتغير حسب الفاعل مثل ما حكينا. فمثل مثلا عندنا جو تراباخو انا اعمل، فبدك تقول انت تعمل بقول تو تراباخس. طبعا تعلمت كلمات اضافيه مثل ما بلشت باول فيديو حكيت لا مانيانا الصباح، فقلت انا مي جوستا لا مانيانا. مي جوستا لا مانيانا يعني انا احب الصباح. مي جوستا اعتقد فعل شاذ لانه الجوستا يحب ما عم تلحق الفاعل، فلسه ما عرفتها بالضبط كيف بتتصرف، فممكن نحكي عنها بالفيديوهات الجايه. سالتكم انا تي جوستا مي فيديو، هل تحب الفيديو تبعي؟ تعلمت كلمات كمان لحتى اقدر ابني جمل شوي اطول. مثل عندنا كلمة مي جوستا يعني أنا أحب، فمثل ما بلشت الفيديو بالغنية مي جوستا لا مانيانا يعني أنا أحب الصباح، لا مانيانا هي الصباح. مي جوستا تو يعني أنا أحبك أنت، تو هي أنت، مي جوستا تو. فبتصير كل النغمة مي جوستا لا مانيانا مي جوستا تو، يعني أنا أحب الصباح أنا أحبك أنت. في كلمة مهمة هي كلمة أكي هنا، فبدي أقول مثلا أنا أعمل هنا جو تراباخو أكي، أو جو فيفو أكي. فيفو فعل يعيش حكينا عنه بالفيديو الماضي، فبصير جو فيفو أكي أنا أعيش هنا. لا مانيانا كمان هلا حكينا عنها يعني الصباح، فإذا بدي أقول أنا أعمل في الصباح
Yo trabajo en la mañana. تعلمت كمان أدوات السؤال لأنه أدوات السؤال كتير مهمين، وخاصة إذا أنت مسافر بدك تسأل عن مكان، بدك تسأل لوين رايح، فإجباري بدك تستخدم أدوات السؤال. أدوات السؤال هن كي ماذا، بوركي لماذا، دونde أين، كواندو متى، كي أورا أي الساعة أو أي الوقت. فمثلا إذا بدي أسأل وين الباص فبقول دونde está el autobús. دونde أين، está يكون، ال لأنه أوتوبوس هي مذكر فال المذكر، أوتوبوس هو الباص. مثلا إذا بدي أسأل ليش أنت هون، بوركي تو estás aquí. ممكن اسألني عن الفاعل لأنه أنت قبيلي فأنا عم حكيك مباشرة فمفهوم مين هو الفاعل، فبقول بوركي estás aquí يعني ليش أنت هون. بوركي هي ليش أو لماذا، استاس انك تكون، اكي هي هنا. باخر الفيديو بدي اختم عن النفي بالجمله الاسبانيه. النفي بيجي بعد الفاعل مباشره، فمثلا مثل ما قلت انا اعمل هنا جو تراباخو اكي، اذا بدي اقول انا لا اعمل هنا بقول جو نو تراباخو اكي، جو نو تراباخو اكي. فمثلا اذا بدي اختم هذا الفيديو بهالجمله واستخدم فيه النفي، mi video es divertido porque no estás aquí. Hasta luego. Me gusta la mañana, me gustas tú.